في ناس بتحب بقى تقلب البشاميل في المكرونه في الفراخ كله مع بعضه تقلبه كده وتحطه في الصينيه. بصراحه انا ما بحبش كده، انا بحب لا البشاميل يبقى على اصوله اللي هو طبقات يعني. تحت كده نحط بشاميل في الصينيه وبعدين نحط مكرونه وبعدين اللحمه او الفراخ والطبقه بشاميل برضو وبعدين الفراخ والبشاميل من فوق. في ناس بتحب تحط من فوق بقى بضايه، ممكن ناس تحب تحط جبنه موتزاريلا. المتاح عندك اعملي الاتنين حلوين. انا بقى من الناس اللي بحب اطلع البشاميل من الفرن اكله على طول. مش بحب ان انا احط المكرونه تبرد وبعدين اكلها وتبقى القطعه كده ماسكه نفسها. انا ما بحبش كده. هنا كانت بردت شويه يعني، كانت من جوه لسه سخنه شويه بس عامه كانت بردت زي ما انتم شايفين كده القطعه طالعه قطعه ماسكه نفسها. انا مش بحبها كده، انا بحبها تبقى سايحه خالص والبشاميل سايح فيها كده والمكرونه مفروله خالص كده. انا بحبها كده قوي. بس اليوم ده انا بعد ما عملتها حصل كده ظرف يعني وما اكلتش على طول، فكانت تمام يعني حلوه برضه.